ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كميه سمك سردين هنخلله مع بعض، هيقعد معانا لبعد العيد كمان عشان نفطر كده بعد العيد. وطبعا اللحمه اللي هنزهق منها هنعمل بقى ايه، سمك خفيف كده ايه يبقى حلو بقى، وجبه حلوه كده مع شويه بصل اخضر او بصل ناشف نعمله بالخل والليمون، وكمان إيه رغيفين عيش متقمرين كده، يبقى حاجه كده تمام التمام. تعالوا نشوف احنا هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه انا معايا تقريبا 2 كيلو ونص من السردين اللي هو البلدي او الجمصاوي الصغير اللي انتوا شايفينه، اللي عامل زي البسارية ده، اكبر من البسارية حاجه بسيطه. انا وريت لكم حجمه صغير جدا، بس بما انه طازه كده وحلو فقلت بقى ايه اخلله كده واحطه في العلب واحطه في التلاجة يفضل عندي لغايه بعد العيد. يعني احنا كلنا منه مره قبل العيد والباقي ان شاء الله بعد العيد. تمام. انا معايا علب التلاجة اللي انتوا شايفينها دي، العلب دي اللي انا كنت جايباها قبل رمضان بجهز فيها التفريزات بتاعه رمضان. تمام. واكياس عاديه خالص. طب انا عملت الخلطه بايه اللي انا هعمل بيها التخليل؟ معايا شطه بس وملح، شطه وملح قلبتهم على بعض زي ما انتم شايفين. هاخد الكميه اللي تكفي معايا كميه السمك، يعني مش بتحددي كميه انت عايزاها. ومعايا كميه ليمون كتير كتير بقى على قد ما تقولي قولي. الليمون اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده. انا عملته معاكم كتير جدا، بس بما انه يعني بيبقى طعمه مميز، فانا بالنسبه لي المخلل السردين ده حاجة مهمة جدا في البيت عندنا طول ما هو موجود، لان موسمه حاجة بسيطة خالص، يعني تقريبا شهرين او شهرين الا كمان، وبعد كده ما عدتش بتلاقيه. انا عملت ايه، فرشت في الطبق كده زي ما انتم شايفين ليمون وملح بشطة، وهبدأ احط رقة من السمك. طريقته سهلة قوي زي ما انتم شايفين كده، ضغطة بسيطة مش ضغطة قوي، يعني ما تعجنيش السمك عشان ما ينزلش بطنه، يفضل زي ما هو متماسك، وفي نفس الوقت يبقى ما فيش فيه مسافات بين السمك وبعضه عشان ما يبقاش فيه نسبة هواء. انا معايا بقى ايه الليمون زي ما انتم شايفين، هبدا اعصره على وش كل المخلل، يعني احس كده ان الليمون انتشر في كل رق كده، ليمونه ليمونه ونص كل مره كده في كل طبقه. على فكره ممكن تعمليه في برطمان، يعني انا كان ممكن اعمله في برطمان، بس انا يعني حبيت اعمله في العلب دي تتحط في التلاجة. هاخد طبقه تانية. طب السمك انا عملت فيه ايه؟ يعني جبته من البياع حطيته على طول؟ لا طبعا، انا مسكته غسلته كويس وصفيته وبخلله زي ما انتم شايفين طبقه بطبقه كده، ملح بشطه ملح بشطه مش اكتر من كده، لا حد يحط لي كمون ولا ملح، بس لا الشطه بتديله طعم حلو قوي. والليمون انا مجهزاه ومقطعاه انصاص، وكل نص بعمله زي ما انتم شايفين كده بعصره على وش السمك، لان طبعا هو ده اللي بيديله الطعم التخليل الحلو قوي. تخليل السمك ده يا جماعه مش كل الناس بتخلله، في البلدان العربيه معرفش بياكلوه مخلل كده ولا لا، لان كان في حد عراقي قال لي انتوا بتاكلوه ازاي طري كده؟ لا هو بيبقى مستوي، لان هو بيقعد من 3 ل 4 ايام. الصغير ده الكبير بيقعد بالاسبوعين 3 وممكن بالشهر عشان تاكلي منه. يعني ما تاكليش خالص الا لما ينزل ميته. شايفين احنا عاملينه ناشف في بعضه اهو، بس الليمون مع السمك نفسه هينزل ميته، هتحسي ان في العلبه بتاعتك ميه مخلله، ميه تخليل. تمام. فهي دي اللي هتسوي معايا السمك بتاعنا. العاده دي من القدماء المصريين، السمك المخلل ده من ايام القدماء المصريين، هم اللي كانوا بقى عندهم إيه سر المخللات والحاجات دي. تمام. بس احنا بقى ايه بنحب نعمله بطريقتهم الجميله اللي بتعيش معانا شهور في التلاجة، لو قعدت شهور، وممكن تاكلي منها تاني يوم او تالت يوم بالكتير إيه لو بره التلاجة. تمام. بس بما ان الجو حر فانا بعمل ايه، بحطه كده بره التلاجة يوم، وبحطه في التلاجة بقى على طول لغايه ما استخدم منه، لغايه ما يخلص خالص واعمل كميه غير. ممكن يقعد معاكي بالشهور على فكرة في التلاجة. تمام. بس انا ببيته اول يوم بس بره ينزل ميته كده عشان تخلي التخليل حلو، واحطه في التلاجة تاني يوم على طول. خلصت طبعا الكميه بتاعتي دي، هغطيها بقى بالليمون واحط لها شويه زيت، والكيس ده هيتقفل ونعمل العلبه التانية. انا بما اني عامله كميه كبيره، يعني ممكن انت تحددي بقى لنفسك الكميه اللي انت تستخدميها. شوفوا بقى ده بقى انا مش هعمل عليه ليمونه ونص بس، انا هزود شويه لان هغطي وشه كله بالليمون. عصرة الليمون دي بتديله طعم حلو قوي. وكمان هنحط شويه زيت عشان يبقى مفكك من بعضه كده زي ما انتم شايفين، يعني ما تحسوش ان هو معجن وانت بتطلعيه بعد ما يستوي. كل الملح ده مش هتشوفيه، الملح ده كله هيختفي ساعه ما تيجي تستخدميه للاكل. انا عملته معاكم على قناتي التانية بيتك احلى مع هناء، كان حلو قوي قوي قوي، وكمان الطعم بتاع الملح بتاعه مظبوط. تمام. كده طلعت كل الهواء اللي فيه، بضغط عليه ضغطه بسيطه عشان اطلع الهواء. هقفل العلبه وعلى كده اسيبها بره التلاجة لتاني يوم على طول. هبدا ان انا اعمل احطه في التلاجة. خلصت العلبه التانية بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين. عايزاكم بس ايه تجربوه بطريقتي، ان شاء الله هيعجبكم قوي، واتمنى حلقه النهارده تحوز رضاكم. هتيجي تعمليه تاني يوم بالطريقه دي، تعوجي الطبق هتلاقي مليان ميه، الميه دي بتاعت التخليل ما تستغنيش عنها ابدا لغايه اما يخلص معاكي.